وسمك بيموت وفلاحين جالهم كانسر وفيروس سي. احنا لما بنروح المستشفيات عشان نتعالج ما بنلاقيش دورنا في الغسيل الكلوي. احنا وزاره الاسكان او الشركات الصرف هي اللي لوثت النهر وهي اللي مرضتنا. انا لما ببقى مريض ما انا عالي على المجتمع، المفروض بدل ما القي الصرف في النيل يطلع على الصحراء، احنا بنقول لهم الاقتراح، ويزرع الشجوبه. يعني في حل؟ الحل انه الميه دي لو طلعت على الصحراء احنا اكتر حاجه عندنا الصحراء، احنا 5% بنزرع فيها الدلتا وبقيه مصر صحراء. لو طلعت على الصحراء وزرعنا الججوبه والجدروفه والخروع والحاجات دي نبات بيطلع بيتسقي منه، بيشرب على مياه الصرف سواء عالجنا او ما عالجناش، وبيستخرجوا منه وقود حيوي بديل للبترول. انتوا بترووا من الميه دي طبعا؟ مش بنروي يا استاذ، احنا بنشرب. ولما بتروح محطات الميه دي بقى بتنضف ازاي؟ هقول لحضرتك اهو. اذا وزاره الاسكان ليها محطات صرف بترمي الصرف في النيل، وليها محطات شرب بتسحب تاني من النيل تسقينا. دايره مغلقه اهي، واخده بال حضرتك؟ يعني وزاره الاسكان. هي وزاره الاسكان ولا وزاره الري؟ لا ده وزاره الري دي منوطه بحمايه النهر. المفروض لما يبقى في تعدي على النهر وزاره الري تتدخل وقطاع حمايه النهر. وزاره الري دلوقتي مش فاضيه، ما بتفكرش غير في اثيوبيا. مش فاضيه. رقم 2 بقى وزاره البيئه، لما رحنا لسياده الوزير مش فاضيه بقى. ما هي مش فاضيه ليه؟ هي كل همها المخلفات. محدش فاضي خالص. انت عايز حد يبقى فاضي لك؟ لا هو مش فاضي لي، ده فاضي للشعب. انت عايز المسؤولين يبقوا قاعدين فاضيين لك؟ مش فاضي لي انا، لا هم مش فاضيين، مش انا اللي بشرب لوحدي، هم وراهم حاجات كتير تانية غير الشعب. الشعب المصري بيشرب وبيزرع وبياكل من هنا. الصياد بيصطاد ومش لاقي ثروه سمكيه على فرع رشيد ده حضرتك 7 محافظات، الجيزه والمنوفيه وطنطا وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح، ال7 محافظات بيشربوا ميه صرف صحي، لان النهر ده فرع رشيد بيغذي شمال غرب الدلتا كله. 7 محافظات، ازاي 7 محافظات يشربوا ميه صرف صحي وبدون معالجه؟ حتى لو اتعالجت القانون اللي بينظم حمايه النهر سواء في وزاره البيئه او وزاره الري، القوانين المنظمه لحمايه النهر تمنع وتحرم وتجرم القاء الصرف في النيل حتى بعد المعالجه. ما ينفعش بعد المعالجه يطلع على الجبل يزرع الغابات. ده قانون دولي والقوانين اللي في مصر اللي الحكومه عملتها بتقول كده، مش انا وانا صدرت قوانين. انتوا اللي بتصدروا القوانين وانتوا اللي ما بتنفذوهاش بتكسروا القوانين. خلاص يعني احنا ممكن دلوقتي نروح نقدم بلاغ للنائب العام ضد وزير الاسكان. ما انا حضرتك، ما انا بقول ده مش وزير الاسكان بس، وزير الاسكان يعني احنا بنقول له يا فندم الشركات اللي تبع حضرتك بعد ما تم خصخصه الشركات دي، مين اللي له مصلحه انه يلقي الصرف ده في النيل؟ هل في حد من المسؤولين مشترك في الشركات دي وله اسهم عشان كده له مصلحه؟ اللي ملوش مصلحه هيرد علينا ويقول لا لازم نحل عشان دي مشكله الشعب المصري كله، انما اللي له مصلحه مش هيرد علينا. احنا بنقول قطره مياه نظيفه تساوي حياه، قطره مياه ملوثه تساوي موت. يعني بتوع الصرف الصحي بيستمدوا قوتهم دي كلها منين؟ انهم يرموا الصرف الصحي في نهر النيل. حياتنا اللي كانوا الفراعنه بيقدسوه، نيجي احنا في عصر التقدم نلوث النهر، يرضي مين؟ ولا يرضي انسان ولا حتى الحيوان مش عايز يشرب منه. هو كده يدخل في الصرف بقى صح؟ حضرتك هو بدايه من المحطه، يعني هو مشي في الميه لا الصياد ده مركب بقى كده ماشيه في الصرف. الصيادين طول النهار زي ما انت شايفه ما فيش صيد، هم لما النهر ينقص خلاص ما فيش اي صيد. قول لي انت دي ميه صرف عارف كده؟ عارف الميه صرف. ودي نهر النيل. دي نهر النيل، الميه الصرف دي مبوظه نهر النيل خالص. عامله ايه فيه بقى؟ عاملاه موت الثروه السمكيه. احنا 3 رجاله اهوت وراهم بيوت مش جايبين ب5 جنيه سمك هم في المشانه بتاعتنا اهي. تلاقي السمك ميت؟ تلاقي السمك ميت كتير ومش عارفين نروح، مش عارفين ناكل. ارجع يا راضي كده والنبي. بتلاقي يا ريس ايه؟ سمك ايه؟ سمك ميت كتير. ما في. السمك اللي فين؟ السمك اللي في نهر النيل وميه الرشاح مموتاه خالص. السمك اللي في نهر النيل ميه الرشاح مموتاه. السمك اللي هو ربنا خلقه يعيش في الميه، ميه الرشاح مموتاه. واحنا لما نشرب من الميه دي للي مش فاهم يعني بنموت برضو زي السمك. صح؟ احنا مش عارفين نعيش خالص. احنا ورانا اسر والله ما لاقيين ناكل خالص. ما فيش الميه دي عدمانه خالص. بنلاقي السمك ميت وناس عالم هتعمل ايه؟ في عالم قربت هتسرق يعني ولا هتقتل ولا تعمل ايه بالظبط بسبب نهر النيل ده؟
اشكرك. اصلا الريحه بص الرغاوي بتاعت الصرف والعفن الاخضر. الرغاوي بتاعت الصرف اهي بيسقي بيها الارض. تقول لنا كلمتين والنبي. الترعه دي كانت ميه حلوه صح؟ الترعه دي كانت ميه حلوه في الاول صح؟ لا كانت ميه حلوه. طب تعالى عايزه اسالك حاجه. دي تعالى اسالك حاجه. احنا مش هندرك، احنا عايزين نرجع الميه حلوه بس. انا الرغاوي دي رغاوي مجاري. والاخضر ده عفن. ارضك دي بتزرع فيها ايه؟ بنزرع فيها برسيم للبهايم. هو دلوقتي حضرتك لما بيزرع الزرع بتاعه ده هيطلع عود وعود، لان التقاوي ديت الميه دي لا انا سيبني من ده. البرسيم اللي بياكلوا الحيوانات اللي احنا بناكلها انت بتسقيها مجاري. طب هجيب لها منين؟ وفري لي انت ميه نظيفه. وفروا لنا ميه نظيفه واحنا نسقي ميه نظيفه. وفروا لنا ميه نظيفه واحنا نسقي ميه نظيفه. انتوا مصدقين؟ تعالى يا نهار اسود ومنيل ب60 نيله. دي رغاوي بتاعت صرف بيسقي بيها الزرع اللي بيتزرع فيه البرسيم اللي بياكلوا المواشي اللي احنا بناكلها. لما اقول لكم انها دايره واحده، الاكل اللي احنا بناكله والشرب اللي احنا بنشربه، اللحمه والفاكهه والخضار والميه، كلهم بيموتوك كل يوم بالبطيء وانت مش عارف. المنظر ده عار على اي مسؤول. وبعدين هتقولي ده فلاح ملناش دعوه. طب ما انت مش موفر له الميه الحلوه، الترعه كلها بقى صرف. سيبك من كل ده. اين الرقابه؟ اين الرقابه؟ يا نهار اسود. السيد رئيس الجمهورية السيد عدلي بن منصور، السيد رئيس الوزراء السيد الدكتور حازم الببلاوي، نحيط سيادتكم علما بأن المنوفية وعدد سكانها 3,496,380. محافظة الجيزة وعدد سكانها 6,107,365. محافظة كفر الشيخ وعدد سكانها 2,798,942. الغربية وعدد سكانها 4,262,200. مرسى مطروح وعدد سكانها 352,885. اسكندرية وعدد سكانها 4,362,168. البحيرة وعدد سكانها 5,071,346. 26 مليون مصري بيشربوا مجاري. ستة 26 مليون مصري بيشربوا مجاري. اصل اسرائيل بتحط لنا مواد مسرطنه، اصل بيجيبوا لنا خوخ ويوستفندي مش عارفه منين مستوردينه منين، اليهود هو اللي بعتونهم لنا عشان يموتوا الشعب المصري. لا، الشعب المصري بيموت بايد مصريين. لصالح مين؟ الراجل البسيط الفلاح الجميل قال لك ايه؟ قال لك لو ما جالناش رد يبقى ليهم مصلحه في اللي بيحصل ده. يبقى احنا عندنا خونه، عندنا ناس بقى بتاخد من الخارج بتعمل مؤامرات ضدنا عشان نموت. طب لو انا ست مجنونه امال ايه؟ انا بلغت دلوقتي رئيس الجمهوريه وبلغت رئيس الوزراء، ولو محدش رد عليا انا هروح اقدم بلاغ رسمي للنائب العام وهاخد معايا ال 26 مليون مصري.